السلام عليكم. اليوم وانا كنتصفح بعض المنابر اللي كتكلم على قضيه الصحراء المغربيه واللي كتنتظر اليوم التصويت على القرار الامريكي، كنلقى الذباب الالكتروني ناشر الفرحه عبر الصفحات الالكترونيه سواء الجزائريه ولا المغربيه، وكأن القرار الامريكي ضد المغرب. دايرين بحال داك التلميذ اللي فرح بالامتحان وهو ما قاريش الاسئله. التعديلات اللي دارت ما مساتش لا من قريب ولا من بعيد الموقف المغربي، بالعكس زادت أكدت ثقة في المسار الأممي اللي المغرب واقف عليه بثبات. الذباب الإلكتروني والجزائر ركزوا على التعديلات التقنية اللي جاية من واشنطن، ولكن نساو الجوهر. واش الولايات المتحدة الأمريكية غادي دير قرار يكون ضد المغرب اللي هو حليفها الاستراتيجي في المنطقة؟ مستحيل. التعديلات اللي داروا هي فقط باش يرضيو جميع الأطراف دبلوماسيا، ولكن راه ما كاين حتى تراجع على الحكم الذاتي ولا على الموقف الامريكي السابق. هاد الايام كلها هما كيتكلموا على اتصالات سريه مع روسيا، مع باكستان، مع الصين. الاعلام ديالهم ولا بحال السينما الهنديه، كل نهار وبطل جديد. ولكن المفارقه الكبيره اليوم ان الصين اللي قالوا عليها انها كتدعم تصفيه الاستعمار. بحث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الصيني وانغ يي أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي. وجاء في بيان الخارجية الجزائري أن الوزير عطاف بحث مع وزير الخارجية الصيني قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن الدولي. اليوم الصين كترد على الجزائر وكتقول: شوفوا معايا، عاجل وغير عادي، من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على قرار ينص على أن الاستقلال الذاتي الحقيقي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، مسطر عليها بالأحمر، تحت السيادة المغربية، يؤسس لتقرير المصير يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى للصراع الذي دام لأكثر من 50 سنة. إذن الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير، يعني الصين حتى هي دخلت في المسار الواقعي. الإعلام الجزائري باقي كيتكلم على تصفية الاستعمار في الوقت اللي العالم الآن كيتكلم على الحل الواقعي والاستقرار الإقليمي. المغرب كيبني، كيستثمر، كيخلق فرص، والجزائر كتخسر المليارات على البوليساريو باش تبان ما خسرتش المعركة اللي هي خاسرها من زمان. عموم اليوم غادي يوصلهم التصويت وغادي تكون صدمة، نفس الموقف، نفس الروح، نفس التأكيد على المبادرة المغربية. الفرق الوحيد هو أن أمريكا زادت شدات على الجزائر باش توقف العرقلة. الولايات المتحدة الأمريكية ما كتخليش الأمور للصدفة، كدير تعديلات بسيطة باش تحافظ على توازن المصالح، ولكن دائما كتحافظ على الجوهر اللي هو دعم الاستقرار بالمنطقة عبر المبادرة المغربية. حتى المحللين السياسيين بالجزائر بداو كيعترفوا بلا ما يقصدوا. شوفوا معايا هذا الفيديو. والتقصير الذي حصل حتى ندخل في الإجابة الصحيحة بشكل أدق، يجب أن نقول على أنه حدث تقصير كبير من طرف إخواننا اللي هي منظمة البوليساريو، حكومة، وزراء، وحتى منظمات أخرى، وكل الدول التي كانت تتكلم عن العدالة فيما يخص ملف الصحراء الغربية. حتى نكون واضحين، الخطأ أين حدث؟ عندما تصور البعض على أنه ترامب عندما خرج من البيت الأبيض قد قدم هدية لنظام المخزن لتلك الورقة التي تحدثنا عنها كثيرا لمدة سنة، ثم نسيناها كما نساها الكثير تغريدة إهداء الصحراء الغربية تغريدة وورقة أمضاها. ولكن نظام المخزن الذي يعرف على أنه يجب أن يصل إلى نتيجة استثمر في ذلك النسيان أو ذلك التهميش لهذه الورقة التي ظنناها، كما حتى الكونغرس الأمريكي تحولت مباشرة إلى مشروع الدولة الأمريكية. قال لك الخطأ اللي داروا البوليساريو هو أنهم ما خداوش اعتراف ترامب ولا الوثيقة اللي صنعها كما قال الأخ بالجدية الكافية. صح، واش البوليساريو هي اللي خصها تاخذ الأمور بجدية، ولا النظام اللي صنعها وكيصرف عليها وكيستعملها كورقة ضغط؟ هاد الكلام ماشي للبوليساريو، هاد الكلام موجه للنظام الجزائري، أنه هو اللي تهاون، هو اللي ما فهمش أن العالم تبدل وأن الاعتراف الأمريكي كان هو نقطة تحول اللي ما رجعتش الأمور بعدها كيف ما كانت.
يعني باختصار المحلل كيتكلم على البوليساريو بحال هذاك الموظف اللي دار الخطأ وكينسى بأن المدير هو اللي عطاه الأوامر. المغرب ما محتاجش يصنع انتصارات وهمية، حيث الانتصار الحقيقي كيبان في المشاريع، في ميناء الداخلة، القنصليات اللي كتفتح في الأقاليم الجنوبية، في المشاريع اللي كتبنى. اللي باغي يعرف شكون عنده الحق يشوف شكون كيبني وشكون كيهدم، يشوف شكون كيتقدم وشكون باقي حابس في الشعارات. شوفوا هاد المواطنة الجزائرية شنو كتقول، بعثت رسالة إلى النظام الجزائري طالبهم أنهم يغيروا المواقف ديالهم تجاه القضية الصحراوية المغربية. عليه أن يخضع للمواقف الثابتة لأمريكا، باسكو ترامب ما غاديش يبدل رايه، الملك محمد السادس ما غاديش يبدل رايه. شكون اللي غادي يبدل رايه؟ النظام الجزائري هو الذي عليه أن يغير المواقف تاعه. هي سترضخ للموضوع، النزاع سيفصل فيه، عليها أن توقع وتبدأ مرحلة السلام مع المملكة المغربية وتجبد روحها نهائيا من موضوع تاع الصحراء. ما ديروا لنا تعنت، ما ديروا لنا حجره في الصباط، ما تقعدوا تبكوا لنا، ما والو. واللي راه جايك سواد في سواد وانت اللي جبتها لعمرك. والنظام الجزائري ما يقدرش لا على المغرب وحدها ولا على امريكا، فما بالك المغرب مع امريكا. اش غادي ديروا؟ سال الفيديو ديالنا، نتمنى نتلاقاكم في فيديو قادم وانتم في احسن الاحوال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، لا تنسوا أن تشتركوا كذلك في القناة، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.